القرآن يصنع منك شخصية مختلفة تماما. يستحال أن تعطي القرآن وقتك وجهدك ولا تجد له أثرا. يستحال أن تبقى عاداتك السيئة كما هي. يستحال أن لا تجد بركة القرآن على نفسك وخلقك. حتى في الابتلاءات تجد أن التسليم والرضا دأبك وعادتك، والطمأنينة تنزل على قلبك كأنك لم يصبك شيء قط. والسر، كل السر في التدبر. جرب أن تقف على تفسير إحدى الآيات وسترى الفرق بين قراءة بتدبر ودون تدبر. القرآن يهذبك، يؤدبك، يعلمك، يشفيك ويعلي مقامك. يكفي قوله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزد الظالمين إلا خسارة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي المقابل قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن القرآن ويحرم منه من صرفه الله، عقوبة له بسبب ذنوبه وإعراضه عن الله. فلنتخذ اطمئناننا وأماننا من القرآن، لأنه كلام الله جل جلاله. تريد أن يثبتك الله على الطاعة ولا تحس بفتور؟ إلزم القرآن وذكر الله، إنه سلاح المسلم. وادعي بهذه الأدعية: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومحبتك وطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقنا عذاب النار. القرآن يصنع منك شخصية مختلفة تماما. يستحال أن تعطي القرآن وقتك وجهدك ولا تجد له أثرا. يستحال أن تبقى عاداتك السيئة كما هي. يستحال أن لا تجد بركة القرآن على نفسك وخلقك. حتى في الابتلاءات تجد أن التسليم والرضا دأبك وعادتك، والطمأنينة تنزل على قلبك كأنك لم يصبك شيء قط. والسر، كل السر في التدبر. جرب أن تقف على تفسير إحدى الآيات وسترى الفرق بين قراءة بتدبر ودون تدبر. القرآن يهذبك، يؤدبك، يعلمك، يشفيك ويعلي مقامك. يكفي قوله تعالى: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزد الظالمين إلا خسارة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وفي المقابل قال تعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عن القرآن ويحرم منه من صرفه الله، عقوبة له بسبب ذنوبه وإعراضه عن الله. فلنتخذ اطمئناننا وأماننا من القرآن، لأنه كلام الله جل جلاله. تريد أن يثبتك الله على الطاعة ولا تحس بفتور؟ إلزم القرآن وذكر الله، إنه سلاح المسلم. وادعي بهذه الأدعية: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ومحبتك وطاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وقنا عذاب النار. اللهم اعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ومن فتنة الليل والنهار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إليك. اللهم إني أعوذ بك